مساء الفل على احلى كباتن، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله جاي نتكلم عن شركه ديدي. خلي بالك انا ما بعملش دعايه لحد علشان بس محدش يدخل يقول لي انت عامل دعايه لشركه ديدي او الكلام ده كله. انا ما بعملش اعلانات لاي حد. حتى الشركات اللي بتدخل تكلمني، الشركات اللي هي طلعت جديد ديت، لما حد فيهم بيدخل يكلمني والله بقول له انا مش مقتنع بالكلام دوت، لان انا ببقى شايف ان هم مش هيقدموا حاجه كويسه للكباتن اللي نازله تشتغل وتاكل عيش. فانا بس حبيت الاول اقول لك المعلومه ديت. انا المصداقيه مع الناس المحترمه اللي بتتابعني اهم عندي من اي اعلان ومن اي حاجه. طيب النهارده يا جماعه جايين نتكلم عن موضوع شركه ديدي. شركه ديدي الاسعار بتاعتها لاحظنا في الفتره الاخيره اسعارها زادت وعامله عروض كويسه، والدنيا بصراحه يعني نقدر نقول ان هي زي الفل. وكمان الغريب ان انا انا الموضوع ده لاحظته اكتر. انا كنت عامل في الفيديو اللي قبل دوت، اللي قبل الفات حاجه زي كده، كنت عامل يا جماعه ايه الافضل من ناحيه المكسب. كنت عامل مقارنه كده ما بين الاربع شركات اللي هم شغالين، وجبت شفت اسعار كل شركه واقفه على العميل بكام، واقفه على الكابتن بكام، واتفاجئت. انا والله اتفاجئت، انا ما كنتش عارف يعني ان النتيجه هتكون كده، ان من افضل الاسعار هي شركه ديدي. طبعا انا استغربت لان انا عارف ان دي يعني اسعارها قليله مشابهه لاندرايفر مثلا. فانا اتفاجئت ان اسعار دي لا، بقت عاليه. كمان بتعمل لك بونص وعروض كويسه. يعني انت عندك بونص كل يوم من 7 ل 10 الصبح، بقى يطلب منك مثلا 6 رحلات بدون اي شروط، يعني تقبل وترفض براحتك، فكده البونص مضمون. ده اساسي كل يوم، يعني انت لو بتنزل تشتغل الصبح بدري البونص ده هيكون كويس جدا معاك. كمان الريت في دي الصبح بيكون كويس. كمان عامل لك قصة الصفر عمولة، فيعني ساعات بيعملها لك فور فري مجاني، يعملها لك مثلا من 1 ل6، من 2 ل6، ده كده براحتك يعني من غير اي فلوس هتدفعها. اي رحلة هتاخدها في الوقت ده هتاخدها بدون نسبة، يعني الفلوس اللي انت تحصلها من العميل هتاخدها في جيبك. فطبعا الموضوع كويس. والموضوع كمان يا جماعه ايه اللقطه في ايه، او ان الناس كتير فاكره ان دي اسعارها وحشه. ليه؟ لان دي بتاخد 17%، غير مثلا لما تاخد رحله على اوبر. اوبر ممكن توصل معاك ل 40% و45%. فانت بتحس ان انت الفلوس اللي خدتها في اوبر اكتر طبعا من اللي خدتها في ديدي، بس لما تيجي تبص لصافي الربح بتاعك هتقول ايه ده ممكن ساعات ديدي يبقى اكتر. طب ليه القصه ديت؟ ما بقول لك 17%، يعني الرحله ام 100 جنيه هياخدوا منك 17 جنيه. اوبر في الرحله ام 100 جنيه تلاقي واخدين منك اصلا 40 جنيه و45 جنيه. فالموضوع في الفتره اللي فاتت ده بقى يحير الشركات دلوقتي كلها، ما بقتش عارف ايه الكويس وايه الوحش. احنا دلوقتي خلينا في شركه ديدي يا جماعه. فانا زي ما بقول لك كده، شركه ديدي اسعارها اتطورت، عامل عروض كويسه علشان تكسب صح وتستفاد من شركه ديدي في الفتره الحاليه. اول حاجه لو انت بتنزل الصبح بدري عامل لك بونص، بيبقى بونص ثابت من 7 ل 10. كمان ساعات بيبقى فيه مضاعفه اجره والكلام دوت. وفي عرض الصفر عموله. الناس اللي هي بتسال على عرض الصفر عموله، عشان ناس كتير قوي دخلت قالت لي هو العرض ده جيبه منين وفين والقصه ديت. لما تفتح الابلكيشن بتاعك في علبه كده زي علبه هدايا، لما بتدوس عليها بتفتح لك العروض المتاحه معاك والعروض اللي هتبقى متاحه بكره. فلما بتفتحها يا جماعه بيجيب لك اهو، جايب لي العروض اهي. العرض اللي هو اللي بقول لك عليه تحت ال 100 جنيه، في اهو الصفر عموله. ميزه صفر عموله هو جينا جايبها لك اهو من الساعه 2 مساء ل 6 مساء، ده كده ايه صفر عموله من الشركه من غير فلوس. وجايب لك صفحه لمده 24 ساعه من 12 صباحا ل 12 مساء ب 15 جنيه، وجايب لك واحده تانية 3 ايام ب 50 جنيه. فلو انت شغال على دي بشكل مستمر او بتشتغل دي كتير، هيكون الافضل ليك ان انت تشتغل على اللي هي ب 50 جنيه 3 ايام. اول ما بتدوس على، لو انت ما بتعرفش تشتريها ازاي، بتدوس على اشتري الان، الاشتراء الان، اشتري الان معلش. بتدوس عليها بيفتح لك الصفحه دي، بيجيب لك طبعا ايه القاهره وجميع المشاوير والقصه ديت، ويقول لك اشتري ميزه صفر عموله، وكاتب لك ايه الشروط والكلام ده كله. علشان تتم عمليه الشراء جايب لك ايه ده ايه، بتدوس على الدوريه اللي عندك هنا، تدوس عليها يقول لك لقد قرات ووافقت على شروط والاحكام.
كده انت تمام وبتدوس اشتري الان، خلاص انت كده معاك الصفر عموله للثلاث ايام اللي انت محددهم. طيب ال 50 جنيه دي بياخدها مني ازاي؟ عن طريق فوري، عشان برضو ناس كتير بتسالني في القصه دي، فانا حبيت برضو اقول لك الموضوع بالتفصيل. الموضوع يا جماعه بينزل عليك بالمديونيه. يعني انا دلوقتي عليا مديونيه في دي مثلا 50 جنيه، بعد ما تعمل عمليه الشراء دي بتبقى 100 جنيه. اما لو انت ليك فلوس عندهم، ليك 100 جنيه، بتبص تلاقي ايه اتاخد منهم 50 جنيه. فطبعا القصه حلوه بحيث ان انت تبقاش رابط بنفسك ان انت تشحن لهم زي اندرايفر او تبعتها لهم او القصه دي كلها، لا، بمجرد ما تدوس شراء خلاص انت كده ايه اشتريت، وبتنزل تشتغل براحتك. صفر عموله. صفر عموله يعني ايه؟ يعني اي الفلوس اللي انا هحصلها من العملاء هحطها في جيبي وخلاص على كده. فطبعا زي ما طلعنا اتكلمنا عن دي كتير، وقلنا السلبيات وقلنا العملاء وقلنا القصة دي كلها، برضو لما تكون في حاجة إيجابية لازم نطلع نتكلم عليها ونقول يا جماعة كباتن في حاجة كويسة هنا ممكن تشتغل عليها. شركة تانية هتعمل عروض، برضو نطلع نقول يا جماعة الشركة دي عاملة عروض كويسة. أي حاجة في مصلحة الكابتن وأي حاجة فيها لقمة عيش للناس اللي هي شقيانة في الشارع دي هنطلع نتكلم عنها. وأي حاجة سلبية هتضر الناس ديت برضو هنطلع نتكلم عنها ونقول يا جماعة خلي بالكم. فده كده كان فيديو النهاردة. الناس اللي هي لسه بتتفرج عليا من غير ما تشترك في القناة، ادخل الله يبارك لك اشترك لي في القناة. وطبعا لو عجبك الفيديو دوت متنساش دوس لايك. اشوفكم الفيديو الجاي على خير. السلام عليكم.